القفل كويس يا معظم، انت مجربه قبل كده؟ ما انا مش جاي اجرب القفل ده، انا جاي للقفل الكبير اللي ماسك الشركه. ايه ده؟ استقالتي، جالي شغل في شركه انضف منكم. شركه ايه دي بقى اللي احسن من جربني؟ عذبني، شركه جديده اسمها عذبني، واللي شغالين فيها كلهم كانوا شغالين عندك وشافوا الويل. بس انا قبل ما امشي محتاج اخلص كل اللي ورايا، ففي تجربه هي اللي كانت فاضلالي، عايز اخلصها عشان ما يبقاش ورايا حاجه. يا معظم كفايه خلاص، التجربه نجحت، فهمت؟ لا، ما انا مش جاي اجربه على الترابيزه، انا جاي اجربه عليك. معظم انا بحذرك، انت هتشترك. معظم ارجوك، انا عندي عيال، انا عندي اولاد مصري، ارجوك. عملتي ايه يا شيماء؟ لسه ما بيردش عليا. مازو، عشان خاطري يا مازو رد عليا، صدقني انا عملت كده عشان خاطر مصلحتنا، انا ما كانش قصدي اصلا اكذب عليك. انا بعت اقول لك اني ما بسمعش فويسات طويله، قصريها وابعتيها تاني. مازو، انا ما عملتش كده من دماغي، كل خبراء العلاقات الزوجيه نصحوني ان انا لازم اعمل لك صدمه عشان تتعدل. لسه طويله مش هسمعها. مازو، انا بحبك ومش فارق معايا الشغل، انت بس اللي فارق معايا. ما بسمعش برضه، عارفه ليه؟ لان كل كلامك كده يا شيماء. انا تعبت قوي عشان اوريكي انا قد ايه بحبك، لكن برضه مفيش فايده فيكي. خلاص اتفرجي على مازو الحقيقي عامل ازاي. لا 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 لا، مازو الحقيقي ده لا، انا مش عايزه يرجع تاني. انجي بقول لك ايه، شوفي حد من البنات يدخل مكاني. لا مفيش وقت للكلام ده، احنا هنبدا كمان شويه. شيماء عشان خاطر مفيش وقت بجد. مازو رد عليا يا مازو. ما شاء الله. هو انت متاكد ان الاكل ده كله نازل الترابيزه الصح؟ ايوه يا فندم. ايه يا مصمص في ايه؟ انا عازم، بقول لك ما تقلقش، انا عازمكم. عازمنا بمناسبه ايه؟ انك اتعادلت معايا؟ يا مسكين، كل ده والنتيجه 6-6، وهكسبك التحدي الجاي هيبقى 6-7. 6-7 مصر ادمت قوي. 6-7 دي خلاص بقى. الحقيقه انا عايز اقول حاجه، معلش نعمل بقى اللي هو مش عارف اسمه توست ده. الحقيقه يا جماعه انا خدت قرار كبير قوي في حياتي، وبما انكم يعني تعتبروا كل حياتي. هات الطحينه اللي هناك دي. طحينه ايه؟ طب ما تستنوا تعرفوا انا عازمكم ليه؟ بعدين تبداوا تاكلوا. يا عم ما تتكلم واحنا بناكل، يعني احنا هنسمعك ببقنا. بس بقى يا وسيم، بس انت لسه شفتي حاجه؟ لا انا هدلعك. ايه ده؟ انتوا عاملين كده ليه يا مستر وسيم؟ انتوا حرانين ولا ايه؟ انت ايه يا جميل؟ انت اتجننت ولا ايه يا جميل؟ مالك؟ انا مش مظبوط يا مستر وسيم، انا عايز انسى. امي خلعت ابويا وهو جوه في السجن، وفي كلام داير اليومين دول في الحاره انها هتتجوز عيل من دورك انت. طب ايه المشكله؟ دي ناس مجرمين في بعض، احنا مالنا؟ انا مش مزعلني ان هي هتتجوز، انا مزعلني ان هو من دورك انت. عايز جاحه تانيه. انا عايز انسى. على فكره يا حبو، انا ما رضيتش اكل وقلت استنى اما اشوف انت عازمنا ليه. اسراء، في طحينه هنا. لا ولا يهمك، انا اصلا كده كده مش بعتبر يعني ان السلطات دي اكل، ما انت عارفه. ايوه. بس انت اصيله انك ما اكلتيش، مفيش حد غيرك ما اكلش على الترابيزه دي. انت وامك اصيله زي ماما، يعني هتجيبيه منين؟ هتجيبيه من بره؟ لو انت ما بتاكليش يا شوشو. ما انا مش قادره اكل، اصل نسيت الدواء بتاعي. وانا اللي بقول عليك يا اصيله؟ انت ما بتاكليش عشان ناسيه الدواء بس؟ دواء الذاكره. نسيتي دواء الذاكره؟ ما طبيعي، مفيش ذاكره عشان تفتكري دواء الذاكره. ولا تشيلي هم. بجد يا بسبوستي جبت لي الدواء معاك؟ لا، انا مكمر لك رغيفين بصباعين كفته ضاني، لما نروح بالليل ناكلهم على هواده. انا كفتايه وانت كفتايه. ناكل لما نشبع واللي هي لامك. انا عايز حته ليا من عند مامتك. الاتنين اللي قاعدين في اخر الترابيزه دول وبيتودودوا، احب اعرف المحتوى بتاعكم ايه؟ هيكون محتوى ايه؟ اكيد محتوى هابط زيهم.
مفيش حاجه يا مازو بيه، دي عصفوره كان بيسالني على المهمه الجديده. وانت اهميتك ايه عشان يسالك؟ ما يسالني انا. هو المهمه اللي جايه امتى يا مستر مازو؟ وانا مش عارف اهلي، هي لسه جت المهمه؟ اطفحوا وانتوا ساكتين. انتوا عزمتهم ليه؟ يسو ممكن تقبلي مني السموسه دي؟ بشرط تقبل مني الكفتايه دي. وانا قبلتها. كنا مرتاحين اكتر في طلاقهم. كنا مرتاحين جدا. استاذك لو هتاكليني تاني تاكليني بالشوكه، لان انت مسكتي الكفتايه بقى طعمها سكر. يا الله. بس بقى يا وسيم. ايه ده؟ يعني اول مره قلت مش قصده، تاني مره قلت هيتلم، تالت مره قلت عينه جت عليها صدفه، انما اكتر من كده دي تبقى قله ادب. والله العظيم انا ما عملت حاجه، انا كنت باصص للكفته يعني من الجوع اللي انا فيه، بس كنت ببص لها يعني نظره مؤدبه. ده انا شايفك بعينيا وانت بتعاكس بنت. جرايه يا استاذ، انت جاي ترمي بالك علينا ولا ايه؟ بقول لك شايفه بعينيا وهو بيعاكسها. لا اكيد غلطان، ده بني ده عبيط القريه، قصدي اخلاق القريه. اكيد انت قصدك على الواد الابيض ده دين ايجرز انت بتمسكه في واحد تاني. ما تسكت باشا، الحركات اللي بتعملها دي عشان ندفع لك الحساب انا عاملها من قبلي. اقعد على ترابيزتك. انا مش هسيبه الا في الاسم. اسم ايه يا حضرتك؟ حضرتك بتبوظ لي العزومه. انت عارف انا دافع كام في العزومه دي؟ اتفضل استناه بره. انا ما بصيتش عليك ولا اعرف انت قاعد فين انت وبنتك. انا من الصبح ببص للكفتي، والله ببص للكفتي، دي ظلم. وبعدين حضرتك ده بواب، يعني طيب جدا. يعني ايه؟ انت هتخلص المشكله دي ولا انا هرش لك وشك؟ تعالى يا مستر مازو. انت بتعمل ايه يا جميل وماسك مين ده معانا؟ معانا ولا علينا؟ دماغي دملت خلاص، انا عايز اخلص من المشكله دي. يا جميل انت بتعمل ايه؟ جميل تستنانا كلنا بره. بره؟ انا مش مظبوط يا مستر وسيم، انا عايز انسى، انا عايز قاعه تانيه. خلاص يا جماعه خلاص، واضح ان انا فهمت الموضوع غلط. انا بعتذر لكم كلكم، وادي راسه ابوسها. لا هتناقش صعب. يلا يا استاذ ما من الاول. انجوي يا جماعه، انجوي. انسى الصالون ده. في بعض. انجوي او بوظه، بس المهم الواحد ينسى. كل يا غريب ما تخافش. جميل بقول لك ايه؟ انا عملت اللي يمليه عليا ضميري. ايه ده بقى؟ انت ما عندكش ضمير اصلا. بقول لك ايه؟ تقعد اسالني انت عازمنا ليه؟ انت عازمنا ليه؟ لما تقعد يا جميل، لما تقعد. انا هنسى. لا مش تنسى. عشان انا عايز انسى. انت كويس، هتبقى كويس. ماما هتبقى كويسه. اقعد خلاص. مش قاعد اتجوز. اقعد بقى خلاص، مش مشكله. ايه اللي في خلاص بقى. حصل خير يا جماعه، كملوا اكلكم. كملوا اكل يا جماعه. يا جميل. ايه؟ يا جميل. ايوه يا رب كان عايزني اقول له ايه؟ كانت في حاجه كده نفسك تقولها لي، كانت ايه؟ ايوه الواد اللي من دول، الواد اللي هتتجوزه. مش دي لا. انت عازمنا ليه يا وسيم؟ ايوه انت كنت عازمنا ليه يا وسيم صحيح؟ انا الحقيقه عازمكم عشان عايز اقول لكم شويه حاجات كده بمناسبه يعني ان انا اتجوزت. تاني سبب ان انا ابني طلق. بمناسبه ان انا خدت قرار يعني ان انا هبطل لعب. لا اقف لي كده بقى، انت جاي تعشيني عشان تقول لي انا هبطل لعب؟ ده انا اروح اعمل غسيل معده حالا. فيها مازو، انا واخد قراري خلاص، انا مش محتاج اللعب. انا وقتي كله دلوقتي هيبقى لايسو وهيبقى لعيلتي. على فكره انا منعت اكرم ان هو يسافر عشان افضل. ده انا وافقت ان كريم يسافر عشان افضلك. لا تعالى لي جوه بقى نتكلم لاعب للاعب. تعالى اعمل اكل. تعالى بعد كملوا اكل مفيش حاجه. انت رايح فين يا مازو؟ مش فاهم. طب خلينا قايمين من على الاكل. الكفته هتبرق. انت دوت الكفته جوه يا مازو؟ بقول لك ايه يا وسيم، انا مش شغال عندك. عايز العب يا مازو يلا بينا نلعب. ليا مزاج ما العبش يا مازو يلا بينا مش هنلعب. انت هتلعب يعني هتلعب. بقول لك ايه يا مازو، ده قرار وانا خدته خلاص. بقول لك ايه يا خلفة العبيطه انت وهي، انت هتلعب يعني هتلعب. انا فاهم ان انت عرفت بقى ان المشكله اللي عندي اتحلت بتاعه الرسائل اللي كانت بتتبعت دي، وقلت مازو هيرجع بقى ويخيطني وينزل بقى بالمازو شيك وكده، فقلت اخلع واعمل نفسي بقى مش عايز العب وكده. ها ايه يعني؟ عشان ايه؟ عشان ما تنزلش المازو شيك؟ ما هي المازو شيك اهي عادي، ما بتستفزنيش ولا اي حاجه. وسيم انت راجل فاهم ومتعلم وعارف مازو لما بيتعصب بيبقى عامل ازاي. وانا بقول لك يا وسيم انت هتلعب بالذوق بالعافيه بالضرب. هتلعب بالضرب هلعب؟
انت هتضربني يا مازو؟ اكيد مش هضربك، مع ان انت ضربتني قبل كده. انت هتاخد وقتك وتفكر وترجع تقول لي انا هلعب يا مازو. تديني فرصه افكر. اتفضل. فكرت؟ انا فكرت يا مازو. هتلعب؟ لا مش هلعب. ده اخر قرار عندك؟ اخر قرار عندي. فاكر تحدي الايموجي؟ طبعا ده كان لذيذ جدا. ليه انت صعيد ده يا مازو؟ هتلعب ولا مش هتلعب يا وسيم؟ مش هلعب. انا سامع صوت استغاثه. هتلعب ولا مش هتلعب؟ مش هلعب يا مازو. ده صوت وسيم. ايوه ما بيتخانقوا ولا ايه؟ شكلهم بيضربوا بعض. هتلعب ولا مش هتلعب؟ مش هلعب وكفايه اطباق بقى يا مازو. ماشي كفايه اطباق. هتلعب؟ مش هلعب. ده الموضوع زاد عن حده قوي. انا خايف. كده كتير، بس هنعملوا في بعض حاجه. هتلعب ولا مش هتلعب؟ مش هلعب يا مازو، يعني مش هلعب. وما تضغطش عليا اكتر من كده، انا خدودي هتفرقع. اقول لك على حاجه، مالناش دعوه، كملوا اكل. مش هلعب. هتلعب؟ مش هلعب. هتلعب؟ مش هلعب. هتلعب؟ مش هلعب. هتلعب؟ مش هلعب بقى يا مازو بقى. انت بتمد ايدك عليا يا وسيم؟ انا اسف يا مازو، معلش، انا بس موضوع الكفته ده شعوطني قوي. استنى يا مازو، سامحني والله العظيم بقصد. نفسي بس ابطل لعب عشان ارجع نضيف. ترجع نضيف ازاي وانت مديون؟ لازم تلعب عشان تسدد اللي عليك. تلعب تسدد، تخسر تعوض. اللعب هو اللي هيخليك نضيف يا وسيم. يعني انا لو كسبت وسددت كل اللي عليا اقدر اعتزل وانا مستريح؟ ده لو سددت ده طبعا ممكن يعني. اسمع كلامي يا وسيم، احنا ملناش غير اللعب، هو اللي عملنا بني ادمين. ماشي يا مازو. لا 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 لا، انت هتضربني؟ اضربك ايه يا مازو؟ انا كنت هسلم عليك مش اكتر. يلا نلحق الكفته. ايه ده وسيم؟ ايه اللي عمل فيك كده؟ لا مفيش حاجه، ما حصلش حاجه، ده مازو اقنعني بالحجه ان انا ارجع العب تاني. بس واضح ان هو اداك بالحجه في وشك. يا جماعة أنا أحب يعني بمناسبة رجوع مستر زلومة للألعاب الشتوية ورجوعه لمسز إسراء زعنوفة، أحب أهدي لهم أغنية رفيعة. نازل وأنا ماشي عالشوك برجليا، ما أنت السبب يابا اللي خليت بيا، لا فرشت لي بستان ولا عني بر امان، لا فرشت لي بستان ولا كنت بر امان. اللعبة شويه شاي عنب. ايه ده؟ غريبة قوي، ازاي الراجل بروجرام بيشرب الشاي وانا ما شفتش بق الشاي نازل من هنا؟ هولوجرام ايه يا مجنون انت؟ ده شغل ايه انا عارفه. سعادتك يعني هولوجرام ايه يعني سعادتك؟ ده انا ما اعرفش اقولها اصلا يعني. يعني انت ايه وازاي ما طلعتش من الموبايل اللعبة؟ انت بني ادم زينا ولا ايه؟ ثواني يا مازو، دي ما عدتش. ما الاولانيه ما عدتش، الثانيه هتعدي. ده اللعبه طلع بني ادم زينا عادي. وجاي لنا بنفسك يا لعبه باشا؟ لا لعبه باشا جه ولا ايه؟ لعبه باشا جه. حضرتك لو سمحت ما تستعبطش، هو انت مش اللعبة؟ ده منظر اللعبه باشا،
يا جماعه ده واحد غلبان. اللعبه باشا ده راجل يعني عنده فلوس ويقدر يلعب معاكم زي ما هو عايز. يعني انت متاكد يا راجل انت ان انت مش اللعبه؟ اللعبه باشا ايه ده؟ انا راجل غلبان سعادتك شغال في شركه النشا والخميره. اللعبه باشا قابلني وخد بقى الحقوق بتاعت وش برقبت باللغد واداني 250 جنيه عشان هو يستغلها بقى ويقعد ايه يطلع لكم الحاجات اللي انتوا كنتوا بتلعبوا بيها. ب 250 جنيه كل ده؟ ب 250 جنيه؟ ده تمن مشكل اغلى من كده. استغلال ايه اللي ب 250 جنيه ده؟ مش فاهم اي حاجه. يعني ايه؟ يعني احنا كل ده من لعب الكمبيوتر؟ فين اللعبه دي؟ لو اللعبه دي راجل يوريني نفسه. هو راجل لعبه يعني هيقابل الكسبان منكم في الاخر وهيديله الجايزه اللي قيمتها ايوه. يا نهار ابوك اسود. 100 مليون جنيه؟ يعني قولوها بالترتيب. ما هي يا جماعه. يلا بس عشان تلحقوا. نلحق ايه؟ تنقذوا نفسكم انت ووسيم بايه؟ ننقذ نفسنا من ايه؟ من السم. ايوه، ما انتوا من 10 دقايق يعني انت ومازو بيه واحد منكم خد السم. انت بتقول ليه يا مجنون انت؟ ما انت لو ليكي راجل كنت رديت عليه. 100 مليون جنيه؟ سيبك منه، ده متاخر ربع ساعه. السم ايه اللي تسمينا بيه؟ لا مفيش، ده سم هاري من اللي بيموت ده. بيموت ايه ده؟ انا اللي هموته. استنى عنك انت يا مصر. ان السم هاري عادي؟ ايه ده؟ يا اخوانا صلوا على النبي واستهدوا بالله. الراجل ممكن يموت في ايديك. ما يموت في ايدينا يا جميل. بيقول لك سم هاري عادي. ايه ده؟ ما تسيبوهوش يا جماعه. إيه اللي انت بتقوله ده؟ يعني ايه سم هاري عادي؟ يعني ايه؟ سعادتك انا مالي انا اللعبه بيه هو اللي قايل لي اعمل الحكايه دي واداني 250 جنيه، دفعت منهم 100 جنيه في التوك توك. خلوني بقى اكمل المهمه للاخر. ومعناته ايه الكلام ده يا لعبه بيه؟ ده معاكوا ده ولا شغال هنا؟ ده معانا، ده بواب اللعبه. كمل اللي بتقوله. معنى كلامي ان واحد منكم انتوا الاثنين هيموت لو ما كملتوش المهمه. هيموت؟ قدامكم ساعة زمن، اللي هيخمن صح ويعرف مين اللي خد السم هو اللي هيفوز. والتاني هيموت؟ لا، اللي خد السم هياخد الترياق ده وبالطريقة دي انتوا الاتنين هتعيشوا. هو يعني ايه ترياق؟ وبعدين ما تخافش يا مستر وسيم، السم مش هيأثر فيك. جلدك سمكه قد كده. السم محتاج سنين ضوئيه عشان يخش العضو من اعضائك. ما تبطلوا هرتله بقى، كفايه حرام عليكم. احنا لا عايزين لعبه ولا عايزين فلوس ولا عايزين زفت. لا ان شاء الله ما حدش هيموت، حتى لو 100 مليون دولار احنا مش عايزينهم، بس ما حدش يموت. انا نسيت حاجة مهمة جدا اللعبة باشا قال لي عليها. ايه هي؟ ما انا بقول لك نسيت. يا اخي تنيل واسكت بقى، كفايه. ما انت لو ليكي راجل انا كنت رديت عليه. 100 مليون جنيه؟ ما تستحيلش معاه، ده ما جاش من بيتهم اصلا. انا هخلي الترياق معايا يا وسيم، ولو حسيت ان انا تعبان هاخد الترياق، لو حسيت ان انت اللي تعبان هديهولك وتعيش انت. صح يا مصر. بس معلش بقى خليه معايا أأمن. وما تخافش، لو ظهرت عليك الأعراض هديهولك، ولو ما ظهرتش أبقى أخده أنا. بس أنا افتكرت اللعبة بيه قال لي عليه وكنت ناسيه، افتكرته دلوقتي. إيه هو؟ بيقول لك يا سيدي لو واحد ما خدش السم وخد الترياق هيموت مسموم، وبالتالي اللي واخد السم وما خدش الترياق هيموت مسموم. يبقوا في الحالة دي انتوا الاتنين متوا، لازم تخمنوا مين اللي خد السم عشان هو اللي ياخد الترياق. بقول لك يا عم عشان بس ما حدش فيهم بيرد عليا، هو يعني ايه ترياق؟ طيب السلام عليكم، عايزين حاجة؟ السلام عليكم. السلام عليكم. خلاص بقى ما تعيطش. أنا خايف أوي. ما تخافش يا حبو. ما تخافش إزاي؟ اسمها هموت يا إسراء، ما تخافش إزاي هموت. معلش بقى يا وسيم انت هتقعد توقوق. بحبها. جوز الحلاليف اللي على مقدمة الترابيزة، بتعملوا ايه في اللي احنا فيه دلوقتي؟ احنا بنعلق رهان على مين فيكم اللي خد السم. انت ما عندكش دم يا غريب. انت ليه دايما ظالمنا يا مازو بيه؟ انت عارف فلوس الرهان دي انا لو كسبت كنت هعمل بيها ايه؟ كنت هساعد مدام شيماء في خارجيتي. اخرس بعد الشر عليها. انت كمان معلق الرهان على ان انا اللي اتسممت؟ اصل بصراحه ظلم بعد كل اللي عملته فينا دي، في النهايه حد غيرك هو اللي يتسمم. عنده حق يا بص بصراحة. وانت بتعمل ايه يا مسعود؟ انت كمان بتعمل ايه؟ انت بتاكل عادي، مش خايف طب الاكل ده يبقى مسموم؟
انت فاكرني افكاري سطحيه زيكم؟ انا بحكم خبراتي المتراكمه طلبت اكل جديد بعد السم. سيبك منهم دلوقتي يا وسيم وخلينا نفكر بالعقل. ايوه نفكر بالعقل يا مصر. دلوقتي اللعبه عايزه تسممني انا وانت بس، يبقى اكيد السم كان في حاجه انا وانت بس اللي اكلناها. واللعبه مش غبيه ولا هتخاطر، فاكيد هي حطت السم في حاجه محدش غيرنا اللي هياكلها. صح، يبقى احنا نعصر الاكل ونطلع منه الحاجات اللي اي حد غيرنا كان منها. صح. انا الحمد لله نقنقت في طبقي كده على خفيف، يبقى انا اكيد بره حسابات السم ده. يبقى طاجن الباميه. فاكر طاجن الباميه يا مازو؟ اللي طلبت منه معلقه وقلت لي امشي يالا. ايوه هو تقريبا طاجن الباميه دوت اللي في السم. شفت اخرة التفاصيل. يا نهار اسود، طاجن الباميه ده وهو معدي من قدامي وجاي لك انا خدت منه كده معلقه صغيره على خفيف. على خفيف؟ ده انت معلقتك شرخت ارضيه الطاجن يا شيماء. وبالنسبه للفراخ المشويه انا ما مدتش بقي عليها، مستر زلومه اكل الفرخه بحالها بعضمها. ايوه صح، الفراخ انا اكلت الفراخ كلها، انا هموت. لا بعد الشر عليك يا حبو. وعلى فكره بقى وسيم حبيبي ربنا يخليهولي ياكلني منها ببقي. وانا كمان. وانت كمان اكلك في بقك؟ انت خلاص اعتبرتيني مت؟ لا انا كمان دقت حته ورك كده على خفيف. وانا اديت الترش الماظ. لا الترش ده كلنا كلنا منه. اللعبه مش غبيه، مستحيل تحط السم في حاجه في احتمال حد غير انا ووسيم ياكل منها. صح. بسم الله الرحمن الرحيم، ونبدا حصر الاكله يا جماعه، وهنبدا بالبانيه. مين اكل من البانيه؟ انا، ولو اني ما كنتش عاوز اكل عشان نسيت الدواء، بس انتوا اللي صممتوا ان انا مش مهمه تفاصيل الدواء، المهم انك كلت من البانيه. وانا عايز كعب. وكلت من البانيه؟ وانا على خفيف. انت هتموتيني على خفيف. الكباب؟ انا اكلت كباب. وانا على خفيف. طيب الرز معمر. انا وانا ايه بتبصوا لي كده ليه؟ انا ما كلتش من الرز المعمر ده، بس كلت من الرز بتاع بسيوني على خفيف. هو ده اللي نقنقت بس. بطنك وجعاكي؟ يبقى هي اللي خدت السم. سم ايه اللي خدته؟ بكميه العك الخفيف اللي اكلته ده لازم بطنها توجعها. ايوه صح، بقول لك يا مازو انا كنت ناوي انا اعزمكم على العشاء يعني، بس بالهبل اللي هي خدته على خفيف ده احنا هننصص مع بعض. ماشي؟ انا عرفت مين اللي خد السم. مين؟ انا. ايه؟ انا الوحيد اللي طلب محشي بالكوارع ومحدش كل منه غيري. متاكدين يا جماعه؟ مفيش اي حد داقه على خفيف؟ على فكره مازو مرضاش يديني صباع وانا كان نفسي فيه. هارد لك يا ويسو، هتبقى هات التريقه. أنا آسف، بس من ضميري المهني لازم أعتذر لك، وأنا جاي أنزل لك ورق العنب أخدت منه صباع ورق عنب صغير. أنا متأسف ليك. عموما واحد جديد على حسابي. طب وبعدين يا جماعه؟ احنا كده ما عملناش لاي حاجه ولا وصلنا لاي حاجه. مستر متر اوتيل، استاذنك في ازازه ميه سقعانه عشان مش بشرب الميه اللي في درجه حراره الغرفه العاديه. الميه. انا متهيألي ان انا شربت من الميه. وانا كمان متهيألي ان انا شربت من الميه. معقوله احنا الاتنين شربنا من ازازه واحده؟ ثانيه واحده. انت متاكد انك شربت من الازازه ولا متهيألك انك شربت من الازازه؟ انا بصراحه بيتهيألي ان انا شربت من الازازه، مش متاكد. وانا كمان مش متاكد، بس الازازه مفتوحه ومشروب منها. ايوه، يبقى نراجع الكاميرات. الكاميرات مش شغاله النهارده، الظاهر ان حد بوظها. خلاص احنا هنستنى الساعه دي تفوت، واللي يموت يبقى هو ده اللي خد السم. بس بقى جرايه بني، ما هي مش محتاجه غباوه في الظروف الصعبه دي. بصوا يا جماعه، فات 20 دقيقه، احنا هنستنى كمان 40 دقيقه بس مش ساعه عشان نعرف مين اللي اتسمم. مش هيبقى ضياع الوقت كمان يعني. حرام بعد كل اللي عديت بيه معاكم وفي الاخر اموت بالسم مش منكم. حرام.
ما انتوا اولى. خد يا حبيبي منديلة. ده اللقاء اللي كنت خايف منه. انت ما بتعيطش ليه؟ خد عيط معانا. إسراء، أنا عايزك دلوقتي تهدي وتركزي وتفكري مين فينا اللي شرب المية. ماشي؟ أنا ابتديت بيكي لأن أنا عارف إن الستات بتهتم بالتفاصيل موت. ايوه انا بحب التفاصيل موت. موت. لا 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 وسيم هيموت. ما تعيطيش بقى. لو ما عيطتش دلوقتي هعيط امتى بس يا حب؟ عيطي لما انا بقى اتسمم واموت. ما انت لما تموت مش هتشوفني انا بعيط عليك يا حبو. لا لا لا، ما أنا مش عايزة أقضي آخر ساعة في حياتي مع الهبل ده والنبي يا جماعة. أقوم أصلي اللي فايتني أحسن. إسراء ركزي، عارفة مين فينا اللي شرب من الإزازة؟ وقت ما كنا بنتعشى. ممكن لو سمحتي لو هتاكليني اي حاجه تاني تمسكيها بالشوكه، لان ايدك على الكفته قلبت الكفته سكر. يا الله، حق ربنا كده كفايه. وسيم لازم يقدم في مسابقه اجمل راجل في العالم. نفس العالم كله يشوفه بعينيا. انا فكرت فعلا في الموضوع ده، واللقب مضمون طبعا، بس للاسف سحله بقى بعد المكسب، سفر واجتماعات وندوات، فقلت فاكس. فاكس طبعا، وكمان عشان الحسد بصراحه. موزو بقى ساعتها مسك الازازه وشرب منها. يعني موزو هو اللي شرب؟ متأكدة؟ بص هو بعد الشر عليكم انتوا الاتنين، بس لو اتمنى حد فيكم يكون شرب اتمنى تكون انت يا موزو. أنا ماليش دعوة بأمنياتك دلوقتي. متهببة متأكدة ولا لأ؟ عشان في واحد مننا هيموت دلوقتي. بص انا افتكرت حاجه ومتاكده منها قوي، ان وسيم طول العشاء كان مشغول بحاجتين، ايد بياكل بيها ورجل بيخبطني بيها. هيشرب انت يعني؟ انا خبطتك برجلي؟ ايوه يا وسيم خلاص بقى ما تتكسفش، ما احنا اتفضحنا واللي كان. ايوه صح افتكرت. طب ايسو معلش تقومي كده وتجيبي لي جميل. ماشي. بعد الشر عليكم. هو إيه الموضوع ده؟ مفيش، انا ما بثقش فيها خالص، وما خبطتهاش ولا مره واحنا قاعدين. أمال إيه اللي أنت عمال تقولها لي؟ بنتي صعبانه عليا، مش عايز في اخر ساعه في حياتي اقول لها ان هي بقى بيجي لها تغيرات دي هتوحشني قوي يا موسى. قول عن انت وهي بقى، اسكت. بحبها. يلا يا جميل. ايه يا عم وسيم، عمال اخبطك في قصبة رجلك من الصبح وانت ولا انسان. انت كنت بتخبط اسراء يا متخلف. انا اخبط اسراء؟ وانا عمري هتوه عن قصبة رجلك انت يا عسل. هو جميل متعود يخبطك في رجلك؟ يعني من وقت للتاني كده ساعات بيعملها يعني. على فكره انا كمان بخبطه في قصبة رجلي. انت كده بتطمني يعني؟ معلش، وايه المبرر لحركه زي دي؟ يعني ساعات بيبقى بيخبطني، يعني عايز ينبهني لحاجه. صح؟ مش كنت عايز تنبهني؟ صح اوي مش وقت الهبل ده جميل خالص. جميل، فاكر مين فينا اللي شرب الميه؟ ايه ده؟ هو ده تحقيق رسمي ولا ايه؟ انا مش هتكلم غير قصاد المحامي بتاعي. مش هنطلع منه باي معلومه، مشيه. اتفضل. بس قبل ما اروح انا لازم اقول لكم انتوا الاتنين اللي اشوفوا. انتوا كنتوا واخدين راحتكم على الاخر. مالكوا يا ناس؟ الله انتوا حرامين ولا ايه؟ انتوا لابسين كده ليه؟ انا مش فاهم حاجه. انت ايه فيها يا جميل مالك؟ ايه ما تلم نفسك؟ ساعتها مديت رجلي 2 متر عشان اخبطك وانبهك. الله، بس بقى ساعتها انا شفت وسيم بيشرب من ازازه المايه. لا تقريبا لمحت ازازه المايه وهي بتشرب الوسيم. انا قلت كل اللي انا فاكره. تشاش. ايه ده؟
بحر ايه يا ابني اللي كنا قاعدين فيه؟ هو ممكن يكون حاجه من اللي بيقولها دي صح؟ مازو انا اصلا ما بثقش في اي حاجه بيقولها وهو فايق. هثق فيه وهو متدهول مسطول كده؟ لا طبعا. شكرا يا جميل، قوم روح. اللي بعده. ماشي. فاكره مين فينا اللي شرب من الازازه دي؟ اتشحتفي الاول وبعدين اتكلمي، مش هينفع تعملي الاتنين مع بعض. انا مش فاكره حاجه. شكرا، قومي روحي. طب بعد اذنك بس يا مازو، انا في حاجه كده عايزه اعترف لك بيها. انت اللي سممتيني؟ لا طبعا، حاجه عملتها زمان يعني وخبيتها عليك. مسامحك كده كده عشان مفيش وقت، يلا اتفضلي. رضا ربنا من رضا الزوج، وانا عايزه ضميري يرتاح. انا قلبت فلوس من جيب بنطلونك. عادي يا مازو، كل الستات قلبت فلوس من بنطلونات جوازهم، ده اللي بيحصل مره كده. كذا مره. انا مش مندهش ان هي عملت كده، انا مندهش ان انتوا فاكريني متضايق. ما انا ياما قلبت منك ايه 50 مره. شكرا يا شيماء، قومي ما عندناش وقت والنبي. البلاي ستيشن بتاعتك كل ما كنت تصلحها كنت ببوظها تاني عشان صوتها مزعج قوي وانت بترضاش توطي الصوت. انتي؟ تمام يا شيماء، قومي. سعد جارنا بقى اللي في التالت، اللي انت بدلت وسيم بيه عشان تلعب معاه. استاذ سعد لطفي ده انا كنت بعتبره شبيه بديل شبيه وسيم، وكان عنده بوتنشال جدا في اللعب واختفى فجأة. انا اللي خفيته، لبسته تهمة ورميته في سجن ابو زعبل عشان انت تحترم نفسك وتبطل لعب. قوموا شيماء يا جماعه وسكتوها، مازو هيموت من شيماء مش بالسم. فرشة السنان بتاعتك كنت ساعات غسلت بيها اسنانك؟ لا طبعا، ايه القرف ده؟ كنت بغسل بيها الحوض. يا نهار اسود. ولما دخلت المصحة مع الدكتور ايمن عشان تتعالج من اللعب كنت بجبره يكهربك زيادة مع ان حالتك ما كانتش محتاجة الكهرباء. هقتلها اقتلها. اهدى يا مازو اهدى، خلاص بقى سامحها، سيب لها ذكرى حلوه تفتكرك بيها. ذكرى ايه؟ ده بتقول لك بتغسل بفرشه سنان الحوض. سامحها بقى يا مازو. وافرض سامحتها وبعد كده ما متش، ابو ضيعت على نفسي فرصه الانتقام؟ وعهد مين ده يا مازو؟ عهد الله. لو عشنا ان شاء الله انا وانت هننتقم منها بنفسنا. صوتك لها